الكل كيتذكر أنه خلال الأيام الماضية في سابقة من نوعها قائد الجيش المصري جلس إلى جانب ممثلي الجبهة الانفصالية البوليساريو في أحد المدن الجزائرية خلال ما يعرف بمجلس وزراء الدفاع أو ما يعرف بلقاء القدرة الإقليمية لشمال إفريقيا، حيث تم استدعاء إليه أحد القادة المصريين الذي جلس إلى جانب قائد الجبهة الانفصالية الممثل الجبهة الانفصالية العسكرية. هذه القضية هذه استفزت جميع المغاربة، ولحدود اللحظة الدولة لم تصدر أي بلاغ رسمي في هذا الإطار. ومعروف أنه في الأعراف الدولية أن حضور مثل هذه الجبهات الانفصالية لمثل هذه الاجتماعات كيجعل أن الدول ذات سيادة إقليمية وعالمية وغيرها أنها تنسحب من مثل هذه اللقاءات، ولكن للأسف الشديد مصر أصرت على الحضور الكامل، ومصر كذلك أصرت على التقاط الصور، ومصر أصرت كذلك على تلويث الرية ديالها أو العالم ديالها إلى جانب علم الجبهة الانفصالية التي يحرضها الجزائر للأسف ضد المغرب الذي أحضرها إلى هذا اللقاء، فيما غابت عنه كل من تونس وموريتانيا، مما يكشف عن كونه لقاء غير ذي جدوى. مسألة أخرى، إذا كان هذا الاستفزاز جاء أياما فقط على هذه القضية، الملك اليوم كيأمر في الذكرى في الأمر اليومي للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 67 لتأسيسها الذي يصادف اليوم الأحد 14 ماي. كأمر الملك أنه لأول مرة توجه بالعناية الكبيرة للجيش والأفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف تلاوينها، سواء البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، الساهرين ليل نهار على الوحدة الترابية للمملكة والمدافعين بكل عزم وصمود عن المقدسات الوطنية. الملك خلال رسالة وجهها إلى أفراد القوات المسلحة الملكية أكد على أنه سيتم تأسيس مركز ملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، والذي أوكلنا إليه مهمة حسب رسالة الملك، الذي أوكلنا إليه مهمة المساهمة في تكريس ثقافة المقاربة الاستراتيجية في التعامل مع الإشكاليات وتحديات منظومة الدفاع والأمن في أبعادها الشاملة، وخلق فضاء للكفاءات التحليلية المدنية والعسكرية. هذا المركز الأول من نوعه الذي سيقوم بتحليل المعلومة وتحليل كذلك المعلومة سواء المدنية أو العسكرية، وتحليل الاستراتيجيات، خصوصا أن المغرب الآن يخوض حربا ضد الجبهة الانفصالية في الصحراء المغربية منذ أشهر، يعني منذ سنوات عفوا، منذ قضية واقعة القرقرات، من تدخل الجيش لفض مخيمات كانت تقوم بها الجبهة الانفصالية للتحرش بالوحدة الترابية للمملكة. هذا المركز هذا إذا يأتي في الذكرى الذكرى 67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بأمر ملكي في إطار رسالة، وهذا في نفس الوقت نوه الملك بكل المجهودات التي تقوم بها أفراد القوات المسلحة الملكية، وعلاوة على برامج التطوير والبحث العلمي التي تم إطلاقها، يعني أمر بإنشاء هذا المركز الملكي اللي غادي يعتبر الأول من نوعه بشمال إفريقيا وتابع للكلية العسكرية في هذا الإطار. كذلك الملك نوه باستتباب الأمن وكذلك تكريس ثقافة حقوق الإنسان وما إلى ذلك، وانفتاح القوات المسلحة الملكية على المحيط الخارجي، والتي يتجلى في تكثيف الشراكات مع جوج دول الصديقة والمشاركة الفعالة للبعثات المغربية في عملية حفظ السلام وتعزيز الدعم للدول الإفريقية الشقيقة في مجال التكوين والتدريب في معاهد ومدارس عسكرية. هذا الأمر هذا يعني بمثابة رسالة لدولة مصر، ورسالة كذلك لجبهة البوليساريو الانفصالية والجزائر الشقيقة للأسف الشديد، رغم أن الكل كيأمل أن العلاقات ما بين المغرب والجزائر خاص تخرج عن السياق ديال الفتن والسياق ديال عدم التحريض. كيوتيوبرز نحن كنوهوا بأن العلاقات تبقى في الإطار ديال الاحترام والصداقة، ولكن للأسف الشديد كل مرة كتجي واحد الاستفزاز غير مبرر مثل هذه الاستفزازات اللي كتمس الوحدة الترابية ديال المغرب، وهذا الشيء ما يمكنش يسكت عليه أيا كان. وكنتمنى أن العقلاء ديال الجزائر يتعقلوا جيدا ويبعدوا على ديك المنظومة
ضيقة لمثل هذه الأمور التي تذكي فقط الفتن بين الشعبين، الشعب المغربي والشعب الجزائري الشقيقين. وكرة القدم مؤخرا بينت هذه المسألة هذه، بينت في إطار المنتخبات المحلية اللي يعني كان واحد العناق بين المغرب والجزائر، رغم أن المنتخب الجزائري انهزم أمام المغرب، وكانت واحد الود، وكانت واحد رغم أن الجيش سبق نظم واحد اللقاء مع المنتخب، وهذا الشيء ما كيبشر صراحة الشعبين. وكنتمنوا عقلاء الجزائر أنهم يتعقلوا في هذا الإطار وتوقف هذه القضية ديال الاستفزازات ضد الوحدة الترابية للمغرب.